جريمة الإسماعيلية الجزء الثاني، الاعترافات الجديدة. لسه الناس هناك مش مصدقة اللي طلع في التحقيقات الجديدة. كلنا افتكرنا إن القضية خلصت، بس اللي اعترف بيه المتهم قلب الدنيا تاني. الولد اللي عنده 13 سنة رجع غير أقواله واعترف باعترافات مرعبة، قال تفاصيل محدش كان يتخيلها. والنيابة قالت إن الكلام اللي قاله بيكشف عن اضطراب نفسي خطير، وقال كمان إن المشادة بينه وبين صاحبه بدأت لما قال له جملة استفزازية جدا: صحيح عمك هيتجوز أمك؟ ومن هنا بدأت الخناقة اللي قلبت لكارثة، وبعد كده حصل اللي محدش قدر يصدقه. اعترف كمان إنه استخدم أدوات من بيتهم في الجريمة، وقال كلام يوحي إنه كان بيتأثر بمسلسلات زي ديكستر، يعني كان بيحاول يقلد اللي شافه في المسلسل كأنه بيعيش مشهد في فيلم. وقال كمان إنه قطع أجزاء من لحم الفخذ عشان يجرب طعمها، وفعلا خدهم حطهم في الفريزر عنده في البيت، وتاني يوم طبخ ستيك، بس قال إن الطعم ما عجبهوش. التحقيقات كمان بتقول إن اللي حصل بعد الجريمة مش طبيعي خالص، تصرفات غريبة جدا، لدرجة إن النيابة أمرت بفحص نفسي كامل ليه عشان يفهموا هو كان بيفكر إزاي. كمان النيابة حبست والده 15 يوم على ذمة التحقيق، لأن في احتمال يكون ساعد في إخفاء معالم الجريمة أو التستر عليها. وصاحب محل موبايلات اللي اشترى تليفون الضحية اتحبس هو كمان للتحقيق. المحامي محمد حسين الجبلاوي قال إن والد الضحية مش قادر ينام من المنظر اللي شافه لجثمان ابنه، والمشهد كان صعب لدرجة إن عم الطفل هو اللي اتعرف عليه بدل والد. دي بهدله ما فيش حد يتخيلها خالص، وكمان ياكل منه. سموا ده ايه؟ طيب سموا ده ايه؟ التحقيقات لسه شغالة، بس كل اعتراف جديد بيأكد إن الولد ده كان عايش في عالم غريب، عالم مخلط بين الخيال والعنف اللي بيشوفه على الشاشة. جريمة الإسماعيلية مش مجرد حادثة، دي صرخة تقول لنا خلي بالك من اللي ولادك بيتفرجوا عليه، لأن مش كل لعبة أو مسلسل بريء زي ما باين. أنا فارس سيد، وعملت الحلقة دي ذكاء اصطناعي عشان مكسل أصور.